صراحه خوتي ما كاين غير التقن بين النايض، ما كاين غير المشاكل، ما كاين غير قول لي نقول لك اوديوات نحطهم لك، نحط لك لي بروف، نحط لك دواسيك. ما كاين غير بشخه اللي دام، هو بشخه اللي دام، وي هي ناري ناري على اليوتيوب ولا مقنبل. ولينا كل واحد وكيفاش كيهضر، ولا واحد كيفاش كيعبر، وكل واحد وكيفاش باغي يطلع القناة ديالو. ولكن الانسان دائما يبقى في المصداقية وما يأذي حتى شي واحد. والانسان اللي بغى ينتقد باحترام وبادب وبعفويه، ما نضر لا الطرف ولا الطرف. سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي، اينما كنتم واينما ارتحلتم. لاول مره غيدخل القناه ديالي، ما ينسانيش بواحد اللايك وكومونتير، بواحد التعليق يكون زوين في حقي. الله يعطي لكم قصر في الجنه. مرحبا بكم الناس القدام والجداد، اهلا وسهلا بكم في القناه ديالي اللي قبلتوا عليا وقبلتوا على المحتوى ديالي. اخواني اخواتي، اليوم غادي نتكلموا في الموضوع اللي كل نهار، صراحة ماشي كل نهار، هي كل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية كيخرج لك واحد من الجن. يعني كل واحد كيبكي بيبكاه وكل واحد كيلغي بشكاه. خرجت لينا السعديه اللي صراحه خرجت في ديك لا فيديو اللي انا شفته وتفرجت له، حللته مزيان وسمعت شنو كتقول، وبغيت هنايا نجاوبها بادب وباحترام. السعديه كان كنشوفوها مع عائلات محبوبه اللي كانوا مصاحبين، كانت علاقه زوينه، تيخرجوا تيدخلوا تيجيو عندها تيديروا مقالب، يعني كانت واحد العلاقه اللي زوينه بزاف. مي دابا تنشوفوا كيقول لك واحد المثل: الساحر انقلب على اخيه، ولا ما نعرف كيفاش تيقولوا ليها، صحوا لي في الكومونتيرات. شفنا خارجه كتبكي، كتنوح، ضربوا لي في العرض ديال راجلي، اتهموني، داروا لي، فعلوا لي، تركوا لي. ولكن جاوها بعد كما قالتي على اللسان ديالها، الله اعلم والعلم لله. انا خوتي العواش انا هذه ما ندي دم حتى شي واحد، وما انا سمعت، انا غير سمعت، هي اللي قالت ماشي انا، بلانه هي جاوها اوديوات، سمعات الهضره على ولادها ملي كانت كتمشي، كيفاش كيهضروا على ولادها، هرسوا الباب ولادها، داروا فعلوا تركوا، عيشه بالكريدي. ما كاينش شي واحد في هذا المغرب في هذا العالم ما عيش بالكريدي، راه كل شيء داير الكريدي. يعني ما بقاش فيك هاد كلمه الكريدي تبقى في قلبك ولا يضرك الحال، كل شيء عيش بالكريدي. اللي ما ديرش الكريدي يقول لك كذاب، راه مول الحانوت ودير معاه الكريدي. المهم الحياه كتستمر وكتخليك دير كريدي، حيت كيكون بعض المرات المتطلبات كثيره وكنضطروا نديروا كريدي باش كنكملوا الشهر ديالنا ولا بزاف د الحوايج. المهم خوتي وحبابي، هاد الانتصار اللي خرجت الاسرار ديال هاد العائله اللي كانت هي معاهم، وهما عاوتاني كذلك مثال اللي خرج فيهم تعير انتصار. انا ماشي معاه، لحقاش المراه المغربيه الشريفه العفيفه ما كيضربوش ليها في العرض ديالها، تيقول ليها المفرقعه الدايره الفاعله. هنا انا تنضامن مع انتصار، حيت انا مراه، وكان يعني انا مراه ما نبغيش اللي يضرب لي في العرض ديالي، او اللي يسبني ولا يعيرني. كما هما قال لك المراه المغربيه الشريفه العفيفه دائما كيبغيو يحافظوا عليها، فهذيك حتى هي امراه، هي غلطت ماشي ما غلطتش، ولكن يعني الانسان يصلح الاغلاط ديالو. انا واحد الانسان ولا انسانه كنت معاها وما بقاش، وحرارة العيشة بيناتنا، فلا داعي انني نخرج نسبهم ولا نعيرهم ولا نمثلهم بشي تنعات خايب، ولا نتكلم فيهم ولا عطيتهم ولا درت ليهم. صافي غنقولك حط السطل بلا تقرقيب، صافي غادي نكلاسيهم، غادي نبعد، غادي نتتقار، مي فوالا غادي نكلاسي هذاك الانسان، صافي مابقاش عاجبني بلا ما نوصل معاه شي حوايج خايبين. صيغتو الانسان ملي كيشرك الطعام اخوتي قسما بالله العظيم راه صعيب، راه صعيب الطعام بزاف. حنا كنا كنشوفوا لا فيديوهات كيفاش كانت مع عائله محبوبه، الضحك والنشاط، وكذلك هما يمشيو عندها ويجي عندهم العراسات كتحضر لهم هي السبايع هي. المهم ابسط حاجه كتكون هي حاضره. من المشكل اللي وقع ديال فاش ماتت الام ديالها، تما انتصار فين تبدلات، تما انتصار في صافي ما بقاتش ما نعرف، شوف الله اعلم العلم لله شنو بيناتهم. ولكن انت قناه كانتصار طالعه، فلا داعي انك تخرجي تسبيهم
وتشوهي وديري المشاكل. هنا كنشوفوا الانسان باغي البوز، يعني باغا البوز. يعني شوف الانسان اللي كيبغي يتفادى واحد الانسان، ما صافي تساليت انا وياه علاقتي الله يعاون الله يعون، ما نخرج نسبو ما نخرج نعايرو. حنا شفنا انتصار هي الاولى اللي خرجت ماشي هما. فالناس بقاو المهم داك الشيء وقع في الخفاء في الكواليس. يعني الاوديوات وصلوا، هضر هنا تكلم هنا. نتوما كتعرفوا الانسان كيبقى يتكلم. مثلا انايا نقدر دي صاحبتي نصيفط لها اوديوات، سمعي شنو كانوا كيقولوا فيك، سمعي شنو سمعي شنو سمعي شنو. صافي الانسان راه حنايا بني ادم ماشي جماد. راه الانسان واخا يكون كيف بغى يكون ضروري كيدافع على راسو، ضروري كيبقى في الحال كينفعل كينفجر. علاش يديروا لي هكا وانا غادا على حسن النيه. فالانسان كيكون هو ضحيه ديال هذاك وضحيه ديال هذاك، كيكون هو ما عارف والو، كيكون مشكل ما بين الطرف واحد حتى كيوليو داخلين طرفين كاملين كتنوض المشاكل. علاش ما عرف. انا بعدا واخا يجوني اوديوات يقولوا لي راه فلانه دوات فيك، نقدر نصوني ليها نقول حشومه وشنو درت لك، ونقدر نفكها بلاتي احسن في الخاص. اما باش الانسان يخرج يدير فيديوهات وكينوض يهضر قدام العالم تيشرح، فهذا كنسميه ان الانسان باغي يطلع قناته، باغي يوصل صوته. الله يعاونو الله يسهل عليه. وانا كنشوف السعديه كتخرج صراحه كتهضر بادب وباحترام. لحد الان مازال ما شفتش منها شي حاجه زعما كتهضر كتوصل الفكره زعما بقى فيها الحال. بان لي انا سعديه ضحيه بقى فيها الحال، زعما تتجاوب على راسها. زعما علاش درتوا لي هكا وشنو درت لكم انا، وزعما انا كنبغيكم بنيتي وبقلبي وتجيو عندي ونمشي عندكم. زعما كانوا ها هما في قنيطره هي في سيدي عدي. انا بعدا واحد الايامات كان كيسحب لي السعديه واش تجيهم من لي فامي ديالهم. والله الا كان كيسحب لي من لا فامي ديالهم، حيت كنت كنشوف هذاك اللونتوغاج بيناتهم، وداك داك لو مومون اللي كيدوزو مع بعضياتهم، وداك الصداقه. وعرفتي كيبقى فيا الحال تنقول ناري علاش انا يا ربي ما تيسلطش عليا الناس الزوينين، تيسلط عليا الناس الخايبين، على اللي كيبغي ينتقم مني، على اللي بحال دابا انا كانت كتجي عندي طاطاهم كانت كتبغي تبارطاجيني سيمانه وهي جالسه معايا في الدار وهي منشوره ليا ديري ليا، اجا ولدي صاوب ليا شاده ليا الويفي مصدعه ليا الجيران السبان والمعيار ومتخلي مسقول. وما كانت كدير لي حتى البارطاج، ما عمرها بارطاجاتني ولا قالت الناس عاونوها. وكنت كنقول لها قول لصحاباتك بارطاجيوني، والله كتقول لي من بعد من بعد من بعد. ما كانش كتبغي تتعاوني في القناه ديالي. وكنت قناتي كنتقاتل عليها اللي مشات ليا الاولى. كنت كنجتهد وكنضرب تماره وتنضي بلاصه، وكنت يعني كنت قناتي كنجتهد عليها كنضرب عليها تماره، ماشي زعما تنضرب في الناس ولا كندير شي مره غير كنطيب غير طياب وتنضرب تماره وتنبقى نبارطاجي هنا وهنا. وعافاكم عاونوني طلعوا لي قناتي، انا قناتي بغات تطلع. شوفوا حتى شي واحد فات السوشيال ميديا في داخل في هذا العالم الاحمر ما كيبغيش قناته تطلع عليه. اي واحد كيبغي قناته تطلع ليه، ولكن الا كان ربي سبحانه وتعالى ربي عط هذيك القناه فيها الخير، راه ربي غادي يعاونك فيها. ولا ما كانش مكتب لك فيها الخير غطير وتنزل غتبقى لك في نفس المستوى ديالك ما غطلعش نهائيا. كون نيتك زوينه ونوي الخير وربي سبحانه وتعالى يجيب لك الخير. مثلا انا شي واحد جا قال لي بغيت نحل قناه، نقول له حل ماشي مشكل، تلها فيها دير فيها عطا الله ما تدير فيها مواضيع بزاف د الحوايج عطا الله ما تدير من الموضوع اللي تحط. ماشي نقول الانسان لا ما ديرش ما عندك دير بها، لا بالعكس. حتى شي واحد نقطع عليه الرزق ديالو، ربما يكون عنده الرزق ديالو في هذيك القناه. راه قناه حلت ابواب ياما ناس كانوا فقراء ولاو بخير عليهم، ياما ناس كان عندهم ما ياكلوا ولاو كيقراو ولادهم في احسن مدارس، ولاو تمشيو لبلاص احسن بلايص، ولاو ساكن في الفيلات، ولاو ساكن في القصوره، ولاو الرونجات، ولاو يعني ولا واحد العيش مستوى عالي بزاف. ما تحقروش القنوات راه فيهم الفلوس. راه القنوات اللي عندهم المشاهده طالعه راه كاين اللي كيوصل 10 المليون، كاين اللي كيوصل 20 مليون. ابسط واحد عنده قناته هابطه ما طالعش بزاف راه كيشد مليون، 60 70 80 30 الف ريال 40 الف ريال. اقل يعني مشاهده قليله كيشد 16 الف ريال. وشكون اللي يعطيك حتى 100 درهم في الشهر؟ راه ما كاينش اللي يمدلك حتى 10 ريال. فالانسان كيتعب كيضرب تماره. الله يسهل على الجميع وعافاكم الله يعطيكم السر. الناس ما يبقاوش يضربوا في الاعراض ديال الناس. حاولوا
انتقاد بناء وانتقاد يكون في المستوى في محله، كيتفرجوا فينا ميمات، عائلات، وليدات، الخوت، الصحاب، الاصدقاء. حبابي في الله، هنا غينتهي الفيديو ديالي، وغادي نقول لكم بالسلامه عليكم، والى فيديو الجاي غيكون زوين وغيكون غزال وغيكون موضوع زوين ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، كنتمنىكم ديروا اللايكات والكومنتات الزوينين ودوبلوهم باش القناة تولي في محرك اليويو. وباي باي عليكم، الى فيديو جديد.